في الفيديو ده ان شاء الله هعلمك ازاي تعملي الفيش السريع بطريقه بسيطه وما ياخدش معاكي وقت ولا مجهود، بكمان طريقه تخمير مش هتطول معاكي ابدا وهتطلعي احلى فايش ممكن تعمليه، او حتى زي ما انتوا بتسموه مثلا شبوره لان حجمه كده كبير وكمان تقطيعته وتشكيله مختلف. يلا هنبتدي الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي كتير. النهارده الجمعه لازم نؤجر كده وناخد كلنا حسنات بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وما تنسيش تحط اللايك. طبعا انا هنا عندي نص كيلو من الدقيق، نزلت عليه ب20 جرام من السمسم وكمان 100 جرام من السكر، ودي طبعا مقادير حلوة جدا جدا للفايش السريع. وكمان عندي 5 جرام من المحلب البلدي، هتجيبيه من عند العطار مش مطحون وهتطحنيه في البيت. وكمان نزلت ب3 معالق من اللبن البودر. ده طبعا انا هعمل الفايش السريع اللي هو بالخميرة العادية، سواء بقى الفورية او الخميرة البيرة اللي متاحة عندك وموجود. مش هعمل الفايش بتاع الحمص لان طبعا بياخد وقت ومجهود وغلبة للناس اللي بتتعب جدا من الخميرة بتاعته. طبعا انا عندي هنا لتر من اللبن، نزلت بربع لتر يعتبر او نص كوباية من اللبن، دوبت فيهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة سكر. هنزل بقى ب20 جرام من الكركم اللي هو الاصفر. وطبعا قلبت المكونات بتاعتي، نزلت عليهم بكيلو كمان من الدقيق، يعني التوتال بتاع الدقيق كيلو ونص، وكمان نص معلقه سمنه. انا طبعا جزأت الدقيق لاني ما كانش متاح او موجود عندي، فعلى ما خلطت المكونات بتاعتي كلها كان بقيه الدقيق جه. انا بصراحه مستخدمه الدقيق السايب وهو دقيق الاهرامات، حلو جدا جدا في الفايش وما شاء الله بيرفع لفوق، حتى لما بيخمر لفوق. طبعا الخميره بتاعتي كانت ابتدت تعلى. بعد ما حطيت الكيلو من الدقيق نزلت طبعا عليه برشة من الملح، وكمان ابتديت احط الخميرة بتاعتي، كان خلاص كده ظبط معايا والخميرة ابتدت تتفاعل. نزلت بكيلو او لتر من اللبن تدريجيا. انا عجنته بصراحة بلبن وكان طعمه كأنك حرفيا عاملاه بسمنة بلدي، لان اللبن بتاعي كان دسم زي ما شفتوا الوش بتاعه تقيل جدا، وكان ما شاء الله ما شاء الله دسم جدا. طبعا بعد ما ابتديت طبعا احط اللتر من اللبن، اللتر مش كافي ان انا اعجن بيه كيلو ونص من الدقيق الصافي، فابتديت انزل بكمان نص لتر من اللبن، وزي ما انتوا شايفين اتبقى بتاع نص كوبايه. بعد ما خلاص العجينه بتاعتي اكتفت من السوائل لقيتها كده ملزقه معايا، وده الطبيعي، هي عجينة الفايش لازم تبقى ملزقة سيكة. نزلت طبعا بنص كوباية من الزبدة وابتديت اعجن لحد ما توصلي للقوام ده. عجينة بتلزق معاكي لكن متماسكة في نفس ذات الوقت، كمان الزبدة بتخليها ليها قوام ممتاز ومش بتخليها تلزق في ايديكي خالص. طبعا دخلتها في مكان دافي وغطيتها لحد ما اختمرت زي ما انتوا شايفين. هنزل كل الخمور اللي هي اختمرته وهبتدي وارجعها طبعا لاصلها علشان هبتدي طبعا اقطع فيها. جبت صاج عندي مدهون بدهنة من الزيت او المادة الدهنية، لو متاح سمنة او زبدة طبعا هيبقى افضل واحسن. وابتديت كده ادهنه كويس جدا، وتتأكدي ان الجناب مدهونة كويس وكمان من تحت مدهون كويس جدا. طبعا انا ابتديت انزل العجينة بتاعتي على الرخامة واقطع باي سكريبر كده علشان تطلع العجينة بتاعتي مظبوطة. انا قطعتها ل4 قطع زي ما انتوا شايفين، وفي الخطوة دي جبت الميزان علشان خاطر تطلع كل تقسيمة العجين كلها قد بعضها، علشان خاطر يعني نحاول كده تدينا حجم الفايش كله شكل واحد وحجم واحد. لو مش متاح الخطوة دي مفيش فيها اي مشكلة، اهم حاجة ان انتي تقطعي العجينة بشكل متساوي، وكمان تختاري الصاج كويس او الصينيه المظبوطه علشان خاطر تبقى ظابطه معاكي حجم الفيشيه. طبعا انا هنا وزنت حجم الكوره 500 جرام وابتديت افردها كده زي ما انتوا شايفين والمها. طب ايه لازمه الطبقه دي؟ اللهم بارك، بتدي كده من جوه توريقه كويسه، ولما بتخمر بتضمني خميرتها تكون مظبوطه. الصاج اللي انا استخدمته 30 في 40، طبعا انا مش مستخدماه عالي قوي علشان انا اصلا حجم العجينة اللهم بارك كبيرة، فعملتها وكورتها زي ما انتوا شفتوا كده ولمتها، ادتني 5 كرات من العجين. طبعا انا الصاج 30 في 40 كان مظبوط جدا جدا على كمية العجين دي. حجم الكورة 500 جرام ولزقتهم في بعض وابتديت ابططهم كده بعد ما اتحطوا في الصاج.
طبعا النور كان قاطع في اللحظة دي، ما قدرتش اكمل، فسبتها كده شوية، قطعتهم كلهم وظبطتهم في الصينية وسبتهم قد ساعة ونص جوه الفرن في مكان دافي لحد ما اختمرت وكانت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. دخلتها طبعا الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس، ما شغلتش الشواية، وهي اخدت اللون الحلو جدا ده من فوق تلقائي من غير ما اشغل اي شواية. لو حسيتوا ان هي مبيضة شوية ممكن تشغلوا شواية عليها حاجة بسيطة، وبعد كده تطفوا على طول وتسيبوها 5 دقايق في الفرن، وبعد كده تطلعوها دبوها في النص كده. لو حسيتوا ان هي معجنة معاكوا او بتلق خلوها شوية كمان. لو حسيتوا ان هي خلاص مفرغة كده والضربة اللي بتضربوها على العجين من فوق مش مسمعة ولا تحسوا ان هي معجنة من جوه، خلاص كده هي كده استوت من جوه وما فيش فيها اي عجين. طبعا انا سبتها بصراحة 4-5 ساعات علشان خاطر لما اجي اقطعها ما تتفرولش مني ولا تتقطع. ابتديت الاول اسلكها من الجناب بسكينة علشان خاطر ممكن تكون الجناب مثلا ممكن تكون لازقة في العجينة بتاعتها، لازقة في الجناب، فابتديت اسلكها كده من بعض واقطعها زي ما انتوا شايفين. نزلتها على الرخامة وابتديت اقطعها كده، وكمان جبت طبعا اي قطاعة عشان تطلع معايا مظبوطة وبأي سكينة مشرشرة، ولانها قعدت وقتها المظبوط، قعدت من 3 ساعات ل5 ساعات من غير ما حد يجي جنبها، وما قطعتهاش وهي سخنة ابدا. سبتها كأني بالظبط حرفيا شفتوا العيش لما بيتقطع مظبوط ومش بيتفرول معاكي، اما بيكون صابح بتلاقيه يتفرول بطريقة مهولة وبيتقطع معاكم، مش بيبقى التقطيعة بتاعته مظبوطة. قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، بصي حجم الفيشاية عامل ازاي، ومفرغة جدا وخمرانة جدا جدا. اهم حاجة مرحلة التخمير ما تستعجليش فيها وسيبيها تخمر. طبعا ليه تخمير 2 مرات، ودي افضل حاجة بتخمري بيها الفايش علشان تاخدي منه نتيجة ممتازة. في صينية كده مقاس كبير انا جبتها وابتديت افرد فيها الفايش اللي قطعته بشكل متساوي ودخلته الفرن. طب طريقة التحميص ازاي؟ ما شغلتش الشواية نهائي، شغلت من تحت بس على اقل درجة حرارة، ورفعت الصاج لفوق خالص في اخر او في اول الفرن من فوق خالص، يعني مش متوجه على طول على النار لحد ما اخد اللون الذهبي الحلو كده من تحت، وابتديت اقلبه زي ما انتي شايفة. ما تشغليش النار عالية وخلي بالك طويل والدنيا معاكي هاديه. لو معاكي حاجه اعمليها وما تقعديش جنبه عشان ما تستعجليش عليه. الناس اللي بتحبوا اصفر شويه او اللون اهدى شويه طبعا تطلعوا اللي في الوقت اللي هي حباه. لو حباه باللون ده مش اقل من نص ساعه تسيبيه على اقل درجه حراره في الفرن وعلى اعلى شبكه طبعا تكون موجوده عندك. هتوزع النار مظبوط جدا. الصينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه نهائي، هي اخدت اللون الذهبي الحلو ده او المتحمر قوي، احنا بنحبه متحمر كده. لو انتي حابه اقل ممكن تقلبيه وقت يعني بدري شويه. لحد هنا الفيديو بتاعي كان خلص. طبعا يا رب اكون افدتكم، كنت ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسوش تحطوا اللايك. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله.